بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في مساء من مساءات الأطاولة الساحرة نلتقي هنا على ضفاف الحب والتراث والأصالة لننقل الفرح في صيف الباحة أجمل، وبطريقتنا الخاصة وكما هو في كل عام، حيث أصبح مهرجان الأطاولة التراثي وجهة سياحية ومحط إعجاب كل من عشق التراث الجنوبي بشكل عام وتراث الباحة بشكل خاص، لتنوعه الملفت وإثراءه المختلف وهويته التي لا يشابهها هوية أخرى. وها نحن نفتتح اليوم وبرعاية من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، الداعم الأول لكل مناشط الباحة الثقافية والتراثية والسياحية، وهذه النسخة السابعة والتي ستقدم تجربة سياحية مختلفة بطابع الأصالة التي عرف عنها إنسان الأطاولة. سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد الصواط، سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ شايق الشايق، سعادة محافظ القرى الأستاذ عبد الله بن سعد الدامر، أصحاب السعادة أيها الجمع الجميل المبارك، نرحب بكم باسم أهالي الأطاولة الكرام جميعا في هذا المهرجان، ونقول لكم بتحية أهل الباحة الشامخة مرحبا هيل عد السيل. نزلتم المكان ومحلكم القلب والعين، فأهلا بكم ملايين في مهرجان الأطاولة الأجمل. سعادة أمين منطقة الباحة، السادة الحضور أهالي الأطاولة عرف عنهم الشموخ والتعاون، وهم المحرك الأساسي في إنجاح هذا الكرنفال السنوي
الذي اعتاد عليه الجميع. لهم كلمة بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنهم شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد الصواط، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الأطاولة جزء من منظومة عمل متكاملة على مستوى منطقة الباحة، نسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتوفر لدينا في هذه البلدة من مكونات أثرية وتاريخية. تعتبر المحافظة على التراث جزءاً من هذه الرؤية، وقد بدأنا منذ 7 سنوات بإقامة مهرجان تراثي سنوي، حيث لاحظنا الأثر الإيجابي لهذه الفعاليات وما حققته من أهداف في الحفاظ على التراث والتعريف به، وفتح منفذ سياحي يتمثل في سياحة التراث، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإيجاد فرص للعمل الحر والأسر المنتجة. فكل هذه الأهداف وغيرها يجعلنا أكثر حرصاً على بذل المزيد من الجهد. وفي هذا اليوم تنطلق فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي السابع برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، ضمن فعاليات صيف الباحة أجمل. ويحدون الأمل في نجاح هذا المهرجان بالتعاون مع شركائنا، بداية من أمارة المنطقة ممثلة في محافظة القرى، وأمانة المنطقة، وبلدية المحافظة، وفرع هيئة التراث بالمنطقة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى. فلهم منا كل الشكر والتقدير. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأهالي الأطاولة الكرام على دعمهم المتواصل لبرامج المهرجان وفعالياته، والشكر موصول لرئيس وأعضاء جمعية التنمية الأهلية بالأطاولة وفريق العمل المساند لهم للإعداد والتنظيم لهذا المهرجان. في الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم علينا الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة شعرية للشاعر محمد بن حوقان المالكي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. حي سوقا له مكانه راسه خفي كبر سوق عكاظ. حي سوقا له مكانه راسه خفي كبر سوق عكاظ.
سوق ما يشبه له إلا سوق الأسهم والذهب والعملة، سوق يحمونه ربوع قريش ورجال الطاولة، سوق في هيبة رجاجيل زهران أهل الشرف والهيبة، اللي هيبتهم وسمعتهم تصون الفيض والحما، سوق خذها واعطها ما هو مجرد سوق سلم واسلم، يعتق رقاب ويجسد في حماه صلاح ذات البين، ماتت أسواق القبائل كلها، ماتت أسواق القبائل واصبحت ذكرى وماضي ماضي، إلا سوق الطاولة السوقا يسمونه ربوع قريش، كل ما جاء عام يتجدد ويكبر في عيون العالم، وتسجل موقعه في هيئة الآثار والتراث. بارك الله في رجال الطاولة في كل دار وديرة، اللي يعطى المال واعطى الجهد والتفكير والتخطيط، مكثار أسواق الربوع وكل سوق شدته معقودة، غير تبقى يا ربوع قريش ما مثلك ولا ربوع، كل ما عدى سنة تكبر وتغلى يا ربوعنا، كل ما عدى سنة تكبر وتغلى يا ربوعنا. سلامتك. أحزانك أبو خالد. والآن قصيدة شعرية للشاعر علي بن نايف الغامدي. حياك الله. الله يعافيك ويسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ربوع قريش صافحنا الفخر والمعنوية، والسعودية عشقناها ولبينا نداها، انت حدث للأمم وتراث الأجداد الهوية، سير تنتفخر بها الأحفاد وتكمل بناها، كني يسمع صوت عرضتنا على الزير ودوية، ليه تهتز الجبال الشم وتردد صداها، نتقدم بالسيوف وبالصفوف العسكرية، القبائل في سلاها والجحافل في سلاها، السرية كل مطلع شمس يدفعها سرية، نصرة للدين ومعزي وللدار وثراها، السرية كل مطلع شمس يدفعها سرية، نصرة للدين ومعزي وللدار وثراها، نحتفل في مولد الوحدة وموت الجاهلية والسعوديين ما فيه انتما مثل انتماها، الولا اللي من على الجدان سيسانه قوية، هذه أمجاد رجال الحية، وهذا ولاها من جبال الباحة نزفه إلى نجدة العذية، والحزم والعزم مفتاح الأمور ومنتهاها، العزاوي فيصلية والمواقف فيصلية، والملك سلمان في يوم الوغى حامي حماها، المواقف فيصلية والعزاوي فيصلية، والملك سلمان في يوم الوغى حامي حماها، خيل العوجة اليقامة على حوض المنية، العروبة كل ما ندى الندى يلطم إعداها، وسيفه محمد ولد سلمان حلال القضية، كل ما نهقي به الهقوة يجينا من وراها، رويته يحكي بها اللي ما يعرفها للجدية، رويته حي الله محمد وحي الله نباها، صافح طويق المجيد وعمر الدار البهية، كل شبر وكل ديره باهتماماته رعاها، والتطور في ربى الباحة بدا ويشع ضيه، والأمير حسام بانيها ورافع مستواها، الأمير اللي عطى الباحة شموخ ومعنوية، كفه أكرم من سحايبها ومن نسمتها هواها، ودون حد المملكة فينا الشجاعة والحمية، والموارد عيلميات يبل الكبدة
ماها السعودية على مر الزمن حرة وبية كل صبح وراية التوحيد تطرق في سماها. سلامتكم. سالم وغانم صح لسانك. أما الآن فتكريم الجهات الحكومية والجهات المشاركة والجهات الداعمة. سعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد الصواط، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ شايق آل شايق. سعادة محافظ القرى الأستاذ عبد الله بن سعد الدامر. نستأذنكم في الحضور لتكريم الجهات. بلدية محافظة القرى ويمثلها رئيس البلدية سعادة المهندس علي بن بخيت الزهراني. شرطة محافظة القرى ويمثلها مدير الشرطة سعادة العقيد فهد الغامدي. مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى سعادة المقدم سامي الزهراني ويمثله بالنيابة سعادة النقيب ريان حدادي. رئيس مرور القرى الرئيس رقبة صالح سلطان. الشركة السعودية للكهرباء في الباحة سعادة المهندس صالح عسيري. شركة الاتصالات السعودية ويمثلها الأستاذ خالد ابن جلسة. مشرف مركز فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمنطقة الباحة ويمثله الأستاذ مراسل القناة الإخبارية أحمد البرتاوي. تسلم سعادة الأمين يعطيك العافية. مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالباحة الأستاذ صقر العدواني. كلمة الشكر لا توفي هؤلاء الإعلاميين المتواجدين منذ وقت مبكر، جميع الإعلاميين والمؤثرين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الجهات الحكومية في منطقة الباحة. الود بالتكريم لكل شخص ولكن نكتفي بممثل الجميع مدير المركز الإعلامي بالباحة الأستاذ محمد سعيد الهضبان. تستحقون أجمل تحية وتقدير. مدير مركز الهلال الأحمر بالأطاولة. جمعية الدعوة بالأطاولة. شركة زهران القابضة لرجل الأعمال الشيخ غرم الله بن رداد، وشركة جنتو لرجل الأعمال الشيخ سعيد بن رداد، شركة سمايا لرجل الأعمال الشيخ عبد الله بن رداد، ومجموعة المجال العربي لرجل الأعمال معيض بن رداد. يمثلهم ويستلمها بالنيابة عنهم رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن رداد. مجموعة الاستثمار القابضة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشيخ محمد بن عاشور آل بخروش الزهراني.
شركة إدارة التنمية والتطوير وشركة هاند العالمية ضمن مجموعة العبيكان التجارية، ويمثلها مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ ناصر مسفر هطيل. شاليهات أمواج الجنوب ويمثلها الأستاذ عبد العزيز بن محسن القبيبي. شاليهات إكليل الجبل ويمثلها الأستاذ سعيد بن يحيى الهرش. مؤسسة جينز كول. مطعم الرمان. ستيكر. مزايا نجد. متجر البسمة. عصر القهوة. بايري. متحف الفيان ويمثله الأستاذ ناصر بن أحمد الفيان. متحف الشملاني ويمثله الأستاذ عبد العزيز الشملاني. الشاعر محمد بن حوقان المالكي. الشاعر علي بن نايف الغامدي. ضيوف هذا المساء والمبدعين والمختارين في أوبريت الأطاولة لهذا العام: المنشد بندر بن عوير، والمنشد عبد الله الفروان، وكاتب الأوبريت لهذا النسخة السابعة الشاعر إبراهيم الشيخي. سلسلة فنادق خاتم. سلسلة فنادق خاتم. سلسلة فنادق خاتم الخاتم ويمثلها الأستاذ خالد بن خاتم. رجل الأعمال عبد الله بن سعيد البيضاني. مؤسسة جزيرة البناء. فرقة القلعة الشعبية. فرقة صوت الجنوب.
شكرا لكم جميعا. أوبريت بعنوان رسالة وفاء وإكرام. لا سولفت في الباحة تذكرت الأمير حسام، وأقول الأمير حسام واتذكر الباحة، من كلمات الشاعر إبراهيم الشيخي، وأداء كل من المنشد بندر بن عوير والمنشد عبد الله آل فروان، وبمشاركة فرقة صوت الجنوب وفرقة جازان والسامري وفرقة العرضة النجدية. ثم بعد ذلك الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية من خلف هذا المسرح. قولي يا تاريخ ما للصمت داعي، حد
عسى الوديع عالم الشعر والساحة يعود الغلا منها وفيها طوال العام مثل ما يعود الحر الأشقر ملواحة هني من قضى في جوها رحلة استجمام يفارق هموم الوقت ويحس بالراحة تشوف أوديتها كأن فيها الحرير الخام والأشجار مصفوفة والأزهار فواحة من أخلاقها لها لو تجيها 3 أيام ينسونك إنك جيتها رحلة سياحة على كل شبر من أرضها مرتعى الأحلام وفي كل قلب من قلوبه لها واحة الابهام لو ان الجبل ينزاح ما هي بمنزاحه لو سولفت في الباحه ذكرت الامير حسام واقول الامير